كفاك ربك كم يكفيك واكفة كيف كافها ككمين كان منك لك تكر كرا ككر الكر في كبد تبكي مشكشكة كلكلك لكك كفاك ما بي كفاف الكاف كربته يا كوكبا كان يحكي كوكب الفلكا. يقال أن واليا أمر باستدعاء أحد الشعراء وإيداعه في الحبس، وبقى هذا الشاعر المسكين أمة من الزمان في السجن حتى ضاقت عليه نفسه ويئست روحه وألقت الكآبة على حياته ظلالها، فبعث إلى الوالي كتابا يستنجده فيه ويطلب منه الصفح والعفو، فأمر الوالي الجند بإحضاره مصفدا في أغلاله، حتى إذا مثل بين يدي الوالي قال له الوالي: اسمع، إني لا أخرجك من السجن حتى تنظم لي 3 أبيات فيها 40 كافة، فإن فعلت ذلك أطلقت سراحك، وإلا أبقيك في السجن حتى يخلصنا عزرائيل من روحك، فما رأيك؟ 40 كافا في 3 أبيات لقد كان شرطا قاسيا، ولكنه مقابل ماذا؟ مقابل الحرية والخروج من السجن، وأي ثمن يمكن أن يكافئ هذه الغاية؟ فنهض الشاعر يحزوه الأمل وقال مرتجلا: كفاك ربك كم يكفيك واكفة كيف كافها ككمين كان منك لك تكر كرا ككر الكر في كبدي تبكي مشكشكة كلكلك لكك كفاك ما بي كفاف الكاف كربته يا كوكبا كان يحكي كوكب الفلك. وفيها يقول الشاعر: يكفيك أيها الوالي أن معك رب العالمين الذي يكفيك من المحن والمصائب، والواكفة هي المشكلة أو المصيبة، وإنك إن عفوت عني فإنك ستهدي لنفسك معروفا بنفسك، وإنك ستنال أجر ما صنعت بي وهو العفو، وذلك معنى قوله: كيف كافها ككمين كان منك لك. ويكفيك أيها الوالي ما بي من كربة، فإنك إن فرجتها فإن الكافي وهو الله سبحانه سوف يخرجك ويفرج كربتك. وهذا معنى قوله: كفاك ما بي كفاك الكافي كربته. ثم بالغ الشاعر في مدح الوالي بقوله: يا كوكبا كان يحكي كوكب الفلك، أي يا كوكبا يشبه القمر.